تعالوا بقى معايا النهارده جايبة لكم أكلة من غمرة، وهي الكوبيبة الغمراوي، مشهورين بيها جدًا هناك، ودايمًا بيقدموها في أفراحهم زي عندنا بالضبط، بنقدم في أفراحنا الكفتة المحمرة أم رز، صح؟ النهارده عملنا بقى الكمية دي كلها بربع كيلو لحمة مفرومة، هي بتدي كمية حلوة خالص، وقدمناها مع الصوص الخطير، طعمها يا جماعة مش قادرة أوصف لكم، أنا واثقة أما تشوفوا الفيديو هتقوموا تنفذوها حالًا، وتعملوها في الأسبوع مرة و2 و3 شايفين؟ خطيرة، يلا مع بعض نطير ونشوف مع بعض المقادير، يلا بينا. وزي ما قُلت لكم حبايبي أول الفيديو إن أنا معايا ربع كيلو لحمة مفرومة، هي نسبة الدهون فيه حوالي 10% مش عايزاها حمرا أوي، وكمان معايا نُص كيلو رز بلدي متنقي ومغسول ومتصفي، أنا ما نقعتوش تمام، وهنا هنجيب مع بعض الكبة وننزل فيها بالربع كيلو لحمة مفرومة مرة واحدة، لإن الكمية مش كبيرة، بس أنا واثقة لمّا تعجبِك الوصفة النهارده هتعمليها بكمية أكبر من جمالها. هننزل بقى كده على اللحمة ببصلاية كبيرة متقطعة 4/4، أنا هنا مش باصفّي بصل، باحطها كده بميتها، واحط بقى بهاراتي ملح، فلفل أسود، شوية كزبرة، بهارات لحمة إذا كانت موجودة عندِك دي اختياري، تمام كده، وعليها كمان 3 فصوص توم، وأبدأ أفرُم المكونات دي كلها مع بعضها في الأول خالص، أفرمها معايا لحد ما تتسمّغ اللحمة بالبصل وتكون ناعمة معايا. بُصّي الموضوع كله مش هياخد معاكِ نُص ساعة وتكون جاهزة معاكِ الكوبيبة الغمراوي. كده خلاص أدي اللحمة كلها بُصّوا اتفرمت مع البصل خالص، هننزل بقى عليها بالخضرة بتاعتنا عبارة عن إيه، كزبرة، شبت، بقدونس، وحاولي تكتري شوية في الكزبرة، وأبدأ بقى أخلط كله مع بعضه لحد ما آخد خليط اللحمة أو عجينة اللحمة كلها مختلطة ببعضها، هي لسه الخضرة باينة، أفتح بقى الكبة وأبدأ أنزّل كل على الجناب، ساعات بيبقى في خضرة على الجناب ما بتنزلش، بتبقى مشلتفة أوي في الكوبيبة. تمام، أنزل كده وأنزّل كلّه مع بعضه وأبدأ أشغّلها تاني، صدّقوني أسهل بكتير من كفتة أم رُز، تمام، كده حلو أوي، النتيجة دي جميلة جدًا. إيه اللي بقى خطوة تانية، أفضّي الكَبّة من اللحمة اللي فيها وآخُد الكَبّة أنزل فيها بالرُز اللي إحنا غاسلينه ومصفّيينه وأدّي له ضربتين، عايزاه يبقى مكسّر بالشكل ده، مكسّر مش مفروم، وأصفّيه كويس أوي، أوي مش عايزة فيه أي سوائل. وأنزل بالنُص كيلو الرز اللي فرمته على خليط اللحمة خارج الكبة، يعني ما باحطهمش على بعض تمام، وأبدأ بقى إيه أقلّب بإيدي، أقلّب الخليط مع الرز خالص، هتقولي الرز هنا كمية كتيرة لأ، هي الكمية دي مضبوطة جدًا، جدًا، وما تخافيش مش هتفُك معاكِ خالص، يعني مقدار الرز ضِعف مقدار اللحمة، لو عجبتِك الوصفة ابقي ضاعفي أنتِ الكمية تمام، بُصّوا جميلة إزاي متماسكة إزاي. حلو أوي. بعد كده هاريّحها في التلاجة لمدة ربع ساعة رف وسطاني، وكده نبدأ نشتغل فيها. بعد ما ارتاحت معايا هابدأ بقى أدهن إيدي كده زيت وأعملها أقراص، هي ما بتتعملش غير أقراص يا جماعة، شايفين؟ طبعًا رفّعيها جدًا لمّا تستوي هتتخن معاكِ، رفّعيها على قد ما تقدري، شايفين جميلة جدًا مش ملزّقة في إيدي ولا حاجة خالص، وصدقيني أنتِ ممكن تعملي منها كمية وتفرّزيها في التلاجة تنفعِك في أوقات الزنقات، كمان في شهر رمضان حلو أوي أكلة كاملة متكاملة، شايفين؟ طبعًا كل ما ترفّعي هنا بقى أحسن لِك إن هي بتستوي حجمها بيزيد، بُصّوا بقى رفيّعة جدًا إزاي، ادتني الكمية دي كلّها، أنا هافرّز جزء وجزء هاسويه معاكم، هنيجي بقى الخطوة اللي بعد كده، تعالوا بقى مع بعض نشوف هنسويها إزاي، وأول حاجة نجهّزها مع بعض هنجهّز المرقة أو الشوربة اللي هنحطها على الكوبيبة بتاعتنا. هنجيب كده كوبايتين مَيّة كبار وعليهم مكعبين مرقة لحمة، ممكن تستغني عنهم عادي، ومعلقة صلصة، ونبدأ نحط بهاراتنا، هنعملهم كده نسخّنهم الأول تغلي معانا، زي ما بتعملي مرق أو شوربة للمحشي بتاعِك، تمام، هنحط فلفل أسود، هنقلّب كلّه مع بعضه لسه ما حطيناش ملح، لمّا تدوب المرقة عشان نعرف هي عايزة قد إيه ملح، تمام كده، وأنزل بنُص معلقة ملح ما تكتريش عشان في مرقة، وبكده تغلي معانا وجاهزة معانا شوربة الكوبيبة بتاعتنا. هنجيب كده حلة تانية ونبدأ نرصها بالشكل ده، بُصّوا الرصة غريبة إزاي، واحدة على واحدة، شكل الوردة، ورصي عادي ما تخافيش مش هيلزق، تطلع معاكِ جميلة جدًا، وهابدأ أنزل عليها بالمرقة اللي إحنا عملناها، كوبايتين المرقة اللي إحنا عملناهم مع بعض، انزلي بالكمية كلها، هتديكِ صوص خطير جدًا، وأبدأ أغطيها، أسيبها كده حوالي 5 دقايق وأرجع أبُص عليها، بُصّوا مش لازقة خالص، ما فيش واحدة لازقة في واحدة،
وحجمها زاد زي ما قُلت لكم، أغطّيها تاني تكمّل سواها يعني حوالي 7 دقايق كمان، ولمّا تستوي هارجع أقدّمها لكم، وبكده استوت معايا شايفين ما فيش واحدة لازقة في واحدة ولا فَكّ معايا خالص، الربع كيلو لحمة ادّاني الكمية دي كلّها، وتصدقوني أنا فرّزت منها كمان علبة شِلتها في الفريزر، لقيت الكمية عندي كتيرة، أعملها في أي وقت تاني، بجد هتعجبكم جدًا، هتعملوا منها كمية حلوة وهتفرّزوها تنفع معاكم في وقت زنقات بقى مع حبّة مكرونة معايش خطيرة، وعايزة أقول لكم الصوص ده ما يتوصفش، بأمانة هو اللي أكّلنا الكوبيبة كان طعمه خطير، خطير، لإن الصوص دوّة منها فيها تمام، حُطّي كده على وش الكوبيبة وقدّميها خطير جدًا، أتمنى بقى الفيديو النهارده يكون عجبكم، على فكرة طول الفيديو ما شُفتش لايكات، أنا عايزة لايكات كتير عشان الفيديو يتشاف وإعادة نشر، ولو مش مشتركين عندي تنوروني وتشتركوا، وادخلوا عندي هتلاقوا أكلات جميلة جدًا هتعجبكم اقتصادية ولذيذة وجميلة، مع تحياتي ميري أنور، وألف هنا على قلوبكم، سلام.